الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فضلا منكم وليس أمرا منا، نرجو أن تتفضلوا بالانضمام إلى قناتنا وتعبروا عن إعجابكم بمحتوياتها، وتتفضلوا بتفعيل جرس الإنذار حتى يصلكم كل جديد بعون الله، ولكم منا جزيل الشكر. يعتبر سد القنصرة أحد السدود المائية الاستراتيجية بالمملكة المغربية، ويقع في إقليم الخميسات على وادي بهت، ويعد من أهم مصادر المياه في المنطقة الوسطى للمغرب، سواء للشرب أو للري أو لأغراض أخرى. ويقع السد على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال مدينة الخميسات، وعلى بعد حوالي 20 كيلومترا جنوب مدينة سيدي سليمان في جهة رباط صلاح القنيطرة. ويصنف من بين السدود الكبرى في حوض سبو، ويوفر بشكل أساسي المياه الري للمنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية لساحل الغرب، ويعد من أقدم السدود بالمغرب، إذ تم إنجازه خلال النصف الأول من القرن العشرين، مما يجعله أحد أقدم المنشآت المائية في المنطقة. ويلعب سد القنصرة عدة أدوار، منها: أولا، تزويد محيطه بالمياه الصالحة للشرب، إذ يساهم في تأمين هذه المياه لسكان إقليم الخميسات والمناطق المجاورة، مما يعزز الأمن المائي المحلي. ثانيا، مساهمته الكبيرة في توفير مياه الري الفلاحي، اعتبارا للمياه المخزنة به لري مساحات زراعية مهمة، خصوصا في المناطق التي تعتمد على الزراعة كمصدر اقتصادي رئيسي. ثالثا، مساهمته في دعم النشاط الاقتصادي المحلي من خلال الري وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين. كما يلعب سد القنصرة دورا أساسيا في توفير الطاقة الكهربائية بالمغرب، ويمكن إبراز هذا الدور من خلال النقاط التالية. أولا، يستغل سد القنصرة في توليد الطاقة الكهرومائية اعتمادا على قوة اندفاع المياه المخزنة، حيث توجه المياه عبر قنوات خاصة نحو توربينات تعمل على تحويل الطاقة الحركية للماء إلى طاقة كهربائية، وتعد هذه الطاقة نظيفة ومتجددة وصديقة للبيئة. ثانيا، يساهم الكهرباء المنتج بسد القنصرة في تعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية، خاصة خلال فترات الذروة أو عند ارتفاع الطلب على الطاقة، مما يساعد على تحقيق نوع من التوازن في تزويد المناطق القريبة بالكهرباء. ثالثا، تقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية
من خلال إنتاج الكهرباء المائية يساعد سد القنصرة على الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري كالنفط والفحم، وبالتالي في تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة والمساهمة في جهود التنمية المستدامة. رابعا، تنمية المناطق المجاورة. يسهم توفر الطاقة الكهربائية في سد القنصرة في تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق القريبة من السد، وذلك عبر دعم الأنشطة الفلاحية والصناعية والخدماتية وتحسين ظروف عيش الساكنة. كما يشكل سد القنصرة عنصرا أساسيا في منظومة الطاقة الكهرومائية بالمغرب، حيث يجمع بين استغلال الموارد المائية وتوفير طاقة نظيفة، مما يجعله نموذجا للاستثمار المتوازن في البنيات التحتية المائية لخدمة التنمية الشاملة. وبعد التساقطات المطرية الأخيرة المسجلة في نهاية 2025 وبداية 2026، سجلت حقينة سد القنصرة زيادة مهمة في الواردات المائية، مما رفع نسبة الملء من مستوى منخفض نسبيا إلى ما يقارب 40%. وخلاصة القول فإن سد القنصرة ليس مجرد منشأة مائية تقليدية، بل هو محور اقتصادي وبيئي واجتماعي لإقليم الخميسات، إذ يمثل مرآة واقعية لتحديات الأمن المائي في المغرب، مع إمكانية كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة إذا ما تمت إدارته وتطويره بفاعلية في السنوات المقبلة. والسلام عليكم.